السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امين السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. يلا بقى مع بعض نفرز النهارده مع بعض الكرنب، وكمان الخضرة بتاعة الكرنب من غير ما تسود منك وتبقى خضرة زي ما هي، والكرنب من غير ما يجلد ويبقى كأنك لسه عاملاه صابح ومقرمش وخطير. التركات في خطوات بسيطة جدا. الكرنب انا كنت عاملاه عند مامتي، ده مطبخ ماما يعني، ربنا يديها الصحة يا رب. فاعذروني بقى يعني على المواعين والحاجات الكتير دي، بس معروفة مطبخ أهالينا ليها طقوس معينة ولازم ما تحركيش حاجة من مكانها. فعدوا معايا الفيديو ده. هنا جبت الكرنباية زي ما انتم شايفين، بقطع يعني شلت كل الأخضر اللي فيها، اللي هو بيبقى من بره ده. أنا بصراحة ما بستخدمهوش الأخضر اللي من بره خالص ده، إنما في كام ورقة خضرا اللي بتبقى من جوه دي أنا بسيبها، وعادي ممكن أحشيها، بس أنا بسيبها أحطها على وش الحلة من فوق. والأخضر اللي من بره أنا برميه عشان التراب والحاجة يعني بيبقى في الأرض بقى وكده، ما بحبش أستخدمه. شلت الراس من فوق وابتدي بقى افرغها كويس قوي من جوه، اطلع كل القلب من جوه زي ما انتم شايفين. انا عملتها معاكم قبل كده وانا بعمل لما كنت يعني عامله لكم المحشي من اوله، من اول سلق الكرنب بتفاصيله كله. بس انا اوريكم بقى طريقه التفريز، برضو سهله وسريعه وحاجه كده خطيره. هنا بقى بقول لكم ممكن تفرغوا كل ورقه لوحدها يا اما تحطوها زي ما هي. هنا جينا على البوتاجاز، دي حله هنحط بصي هي يعني كده يعتبر سخنت، انا ما بسيبهاش تغلي. معلقه كمون، معلقه ملح، والسر بقى معلقه سكر كبيره، يعني معلقه ملح صغيره ومعلقه كمون صغيره. السكر كبيره، معلقه كبيره. السكر ليه يا بنات؟ السكر ماده حافظه للخضار عامه، بيحافظ على لونه وبيحافظ على قرمشته، يعني ما يخليش ال اللهم صل على النبي الكرنب معاكي مجلد. وممكن كمان تستغني عن معلقه الملح، يعني تحطي سكر وكمون بس. بس انا بحب برضو احط له الملح، يعني بيظبط الطعم، فاهمين انا قصدي ايه؟ ما بيأثرش برضو. قلبت بقى كده الدنيا مع بعض، وابتدي بقى انزل بالكرنب ورقه ورقه زي ما انتم شايفين كده، ورقه ورقه، لا اما انزل بيها مع بعض. يعني انا هوريكم برضو الاتنين. التركية بقى في هنا ايه يا بنات؟ ان انتوا ما بتسووهوش تسوية زي ما كأنك هتسويه، يعني كأنك هتحشيه دلوقتي. انا يا دوب بالمعنى الاصح بشممه المية، يعني بصوا انا بنزله، هحس ان هو طري معايا، يعني الورقة طريت شوية اروح قلبها على طول، اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت واروح مطلعه ورقة ورقة، وبروح حاطه تحت، يعني بحطه بقى تحت المية اللي جارية من الحنفية. بصوا انا ما قطعتش معاكم، بصوا شايفين؟ يا دوب قلبته خلاص كده طري، هطلع بقى ورقة ورقة اهو. انا كانت في كرومبايه كويسه، وللاسف في كرومبايه الراجل مدهنا كانت مقطعه جدا من جوه، بس الحمد لله يعني ظبطت وظبطتها وقطع. بصوا هي اصلا متقطعه، وممكن بقى الطريقه التانية. هنا بقى بنقطعه، بوريكم. هنا بقى كنت خلاص قعدت بقى على الارض بقى مع امي كده وقاعدين بنرغي، قلت اوريكم بقى بيتقطع ازاي. بنقطع العرق التخين ده وبتلف الورقة على بعضها. انا وريتكم طريقة في الفيديو اللي فات، ودي الطريقة بصراحة اسهل واسرع، ودي اللي احنا متعودين عليها من اهالينا. ممكن تطبقيها يعني اتنين كده على بعض، او تعمليها رول زي ما انا موريكم بس، وتقطعيها بقى السمك يعني السايز اللي انت عايزاه، وتروحي مقطعة ورقة ورقة ورصة. وفي تركية تانية يا بنات، ان الكرومب قبل ما يتفرز لازم يتصفى جدا، ما ينفعش يبقى فيه نقطة مية عشان ما يجلدش معاكي برضو. هنا بقى كنت قطعت اللهم بارك الكمية، كان كرومبيتين. انا بقى بحطه ازاي في الاكياس؟ اللي تحت ده اهو كرومب، اللي فوق فوقيه العروق، يعني عشان تبقى تطلعي الكيس على الحله. اللي فوق دي الورقه الخضراء اللي انا بغطي بيها ايه الحله من فوق، فاهمين انا قصدي ايه؟ وبيبقى كيس زي ما هو. اهم حاجه نخرج الهواء كويس جدا. هنا بقول لكم هنا ديت الورقه اللي بحطها على الوش، ان الكيس يبقى متغطي كويس قصدي اللهم صل على النبي، مفرغ الهواء كويس جدا 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 منه، عشان الورق ما يجلدش معاكي ولونه يغير. تمام، هنا كده خلاص خلصنا الكرنب. نيجي بقى لخضرة المحشي. بصراحة ده أوانها، والخضرة خطيرة وخضرة اللهم بارك، والحزمة مليانة كده وتملى العين، ورخيصة. أنا بحب أجيب في الفترة دي حبة حبة كده عشان ما يبقاش يعني كمية على إيدي كتيرة، وبحب أفرزه. هنا بقى شفتوا منظر الكيس عامل إزاي؟ خطيرة. هنا جبنا الشبت طبعا، يعني انا بوريكم بس يا دوب بنعمل ايه. بنجيب بقى بنقطع العيدان من فوق، وابتدي بقى انضف كويس كويس قوي الخضره، اللي فيها حاجه صفرا، اللي فيها البتاع اللي هو
القش دوت الحاجات دي يعني، ابتدي انضفها كويس جدا. دي خطوة مهمة جدا يا بنات. تمام. بصوا الاصفر ده اهو بوريكم الحاجات يعني اللي شكلها مش حلو، الورقة الدبلانة، الورقة اللي فيها خرام، الورقة السوداء. هنا بقى بقولك اخلص الكمية احطها كلها فوق بعض، وقرن الفلفل قطعته ونضفته وقطعته نصين. حطيتها في بولة ونزلت عليها بمية من الحنفية ومعلقتين كبار خل، ودي حاجة ضرورية جدا في الورقيات. الخل معقم حلو قوي قوي قوي، وبينضف لو حاجة في الارض ترابة بتاع. انا لو اقولكوا بس النقعة دي طلعتها كان فيها كمية طين وتراب ناعم ازاي مش هتتخيلوا. طبعا غسلتها بقى بعد ما شلتها من المية ديت اللي انا كنت نقعاها فيها تحت المية الدافية يجي 6 7 مرات لغاية لما بقت الخضرة بتزيق كده معايا. خلاص بقى وصفيتها سبتها تتصفى خالص خالص حوالي ساعتين 3 4 ساعات كمان. وجبت المجفف اللي هو اليدوي ده، وهاخد حبة حبة وهبتدي بصوا زي ما انتم شايفين كده. ودي برضو خطوة مهمة جدا جدا في تفريز الخضرة عشان ما تسودش معاك. لازم تكون ناشفة كويس تماما من المية. انشف قوي قوي قوي. يعني انا هنا على فكرة كنت سايباها مصطفية والله العظيم فوق ال4 ساعات متهيألي، عشان انا خلصتها ونزلت رحت المشوار وجيت. بصوا برضو انا جففتها قدامكم، بصوا منزله ميه ازاي. فدي خطوه مهمه جدا على فكره. اللي هي الحله الدواره المجفف ده مفيده جدا وحلوه بصراحه. زي ما انتم شايفين انا برضو لما بعمل الكرنب بعمله كده، يعني بحاول اللي هي ضربتين 3 بس الكرنب يصفي ميته تماما. اهو بصوا برضو هوريكم هنا برضو منزله ميه. يعني انا سايباها متصفيه بس لا بصراحه بتفرق. ما عندكيش الحله ديت حطيها ما بين فطين زي ما وريتكم في الفاصوليا، تشرب بس وتتجفف وخلاص. مش لازم يعني الجهاز ده لو هو مش عندك الحله دي. بس هنا بقى كنت بوريكم ان انا هنشف كويس اوي الحله، لان انا يعني هخرط فيها الخضره عشان ما استخدمش مواعين كتير يعني، وكفايه علينا واقفه يعني بصراحه. اهم حاجه صليتي على النبي ولا لسه؟ صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو مش مشتركه اشتركي وفعلي زرار الجرس وحطي لايك وشيري لاصحابك ولحبايبك. هنا بقى نبتدي نخرطها يا اما على ايدك يا اما على البلانشه. صراحه انا قطعتها قدامكم كده بس على ايديا، انما ما قدرتش يعني صباعي وجعني وعبى ميه كده، فجبت البلانشه وقطعت عليها. بس انا قطعتها قدامكم كده يعني للانجاز. بس التخريطه العاديه، ولا كبيره ولا صغيره، الوسط يعني اللي هيبقى ريحتها وطعمها باينين. لان كمان يا بنات الخضره لما بتتفرز يعني مش بتدبل بس بتخس شويه، فاهمين انا قصدي؟ غير الفريش لما بتحطيها فريش فما تقطعهاش ناعمه قوي. اهم حاجه بقى بصوا دي تركية مهمه جدا، تحط عليها معلقتين زيت، بس الزيت يكون نضيف، ولا زيت تومين ولا الكلام ده، لازم يكون زيت نضيف عشان طعمها بيبان. بس انا حطيت معلقتين الزيت، اقلب كويس قوي، اغلف الخضره كلها بالزيت كويس قوي، معلقتين 3 كده كبار. بصوا الخضره هتلاقوها بتلمع ازاي. انا خدت راحتي جدا في التقليب لغايه لما غلفتها كلها. وطبعا انا مقطعه الصفرة الصغننه دي قرن الفلفل. ابتدي بقى احط في الكيس على حسب الكميه. انا ما بحبش احط خضره كتير قوي في الكيس، لاني لو طلعت ما ينفعش يعني ما ينفعش تطلع تتفك زي معظم الورقيات عشان ما تسودش وارجع احطها تاني في الفريزر، لا. فانا اوريدي بحط من الاول كميه صغيره، لو انا محتاجه كميه كبيره بطلع كيسين، لو انا مش محتاجه خلاص يبقى هو كيس على قد الحاجه اللي انا عايزه استخدمها. بصوا بقى اهم حاجه دي ما ينفعش ان احنا نطبق الكيس على بعضه. اهم حاجه ان انا افرغ الهواء كويس قوي قوي قوي. بصوا انا بشد وافضي الهواء، اشد وافضي الهواء واربط كويس. هوريكم لو انت يعني ماسكه الكيس ماسك، بصوا الهوا طلع والكيس متغلف كويس وماسك. اخلص انا بقى عملي 3 اكياس، ده كان بحوالي 20 جنيه خضره. بصوا شكل الخضره اصلا يفتح النفس ازاي، جربوها بطريقتي. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير.